بس خليني انبه بس شويه يا اخوه، طبعا الان استعدوا، عقولكم ستطير كلها الان. تفضل يا مستر مراد. مساء الخير شيخ. مساء النور. شيخ أنا مسيحي، كنت بنقاش مع أحد أخواتنا المسلمين يعني، فسألته سؤال ما يعني حابب أسمع إجابته منك إذا ممكن. كأنك شاركت أنت من قبل، ها؟ نعم أنا دائما معك، دائما بسألك، نطلع نتحاور ونحكي. تمام، تفضل. السؤال كالتالي: هل يجوز أن المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، أم يجب أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله؟ عادي، ما فيش مشكلة، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يوجد مشكلة. لكن نعم يعني. كدخول في الإسلام، اصبر، لكن كدخول في الإسلام طبعا لازم يكمل الشهادتين. لماذا؟ لأن الإله الذي شهدت له بالوحدانية أرسل لك رسولا حتى تكملة الشهادة عندنا: وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، كما جاء في الصحيحين. فوين المشكلة في هذا الموضوع؟ لا مشكلة، هو استفسار، مو مشكلة أبدا. نعم، هو جائز ان الواحد يقول اشهد ان لا اله الا الله هكذا، ما فيش مشكله. لا اله الا الله ما ورد في الحديث: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. لكن كدخول اعلان للاسلام، انت داخل دين بكامل اركانه، فلا بد ان تشهد بكل اركان هذا الدين. طب ما فينا نعتبر انه هذا الشيء كمان شرك شيخ؟ لا، ما فيك. قل لي ليش؟ لان ما معنى الشرك يا مراد؟ الشرك هو أن تتخذ مع الله إلها آخر، صح؟ تتخذ مع الله إلها آخر. هو أنت سمعتنا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد إله؟ لا، نحن نقول أشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله، هذا لا يوجد عاقل يقول إن هذا شرك، لأنك أنت معناته هكذا لا تعرف معنى الشرك. الشرك هو أن تتخذ مع الله إلها آخر. نحن ما يعني جئت أنت تكلم المسلمين في ذلك يا مراد، وأنت تعرف جيدا أن ما من أمة على وجه الأرض اهتمت بالتوحيد كأمة الإسلام، وأنت تعرف أنك أنت وجميع طوائفك وجميع الأديان على وجه الأرض غارقون غاطسون في الشرك والوثنية. تعرف ذلك أكثر مني، مش لازم أطلع لك قانون الإيمان بتاعك، مش لازم أطلع لك يعني باقي الأمور اللي تعرفها أنت جيدا. فلذلك القرآن كله يتحدث عن ماذا؟